النهارده هنتكلم عن الاتش ار واهميه الاتش ار للسفارات، وايه هو الاتش ار، وايه المفروض اللي يكون مكتوب في الاتش ار، وممكن نكتب ايه وممكن ما نكتبش ايه لو احنا مش متامن علينا. فالفيديو ده مهم جدا لاي حد هيقدم على سفاره قريب من السفارات اللي هي بتطلب اتش ار. واللي هو الاتش ار ده اللي هو لو انت موظف، يعني انت لو موظف مطلوب منك اتش ار. فالاتش ار فيه بيانات مهمه جدا لدى السفارات، فهنتكلم النهارده عليها. طبعا لازم يكون مكتوب تاريخ اصدار الاتش ار، يعني انت لو هتقدم مثلا في شهر 3 الجاي، تمام، معاك موعد من المكتب اللي تابع للسفاره في شهر 3، ما ينفعش تعمل اتش ار من شهر مثلا 12، من شهر 11. يعني المفروض الاتش ار تاريخ اصداره من الشركه لازم يكون قبل الموعد بتاعك بفتره قليله، يعني قبل ما تقدم مثلا باسبوع طلع الاتش ار من الشركه. فالتاريخ اصدار الاتش ار ده مهم جدا، لازم يكون مكتوب في الورقه. والحاجه الثانيه، يفضل لو انت ما عندكش مشكله انك تكتب ان الاتش ار ده موجه لسفاره كذا. يعني انت لو هتقدم على سفاره المانيا موجه لسفاره المانيا، لو هتقدم على اسبانيا موجه لسفاره اسبانيا. طبعا في اماكن حكوميه وفي ناس شغاله في شركات هم اصلا ما بيكتبوش الجهه اللي هتروح لها الاتش ار. قسم موارد البشريه هيقول لك لا، مش هنكتب الجهه اللي هتروح له الاتش ار، هنكتب بس صيغه الاتش ار، انت شغال معانا بكذا ومن يوم كذا وبراتب كذا. ده ينفع عادي، يعني لو واجهتك المشكله دي عادي. طيب لو انت ما عندكش مشكله، او المكان اللي انت هتطلع منه ما عندوش مشكله انك تكتب بلد اللي انت هتقدم عليها، يفضل تكتبها. لو مش هتعرف خلاص مش مشكله. الحاجه المهمه كمان انك لازم تكتب رقم الجواز بتاع حضرتك في الاتش ار، ولازم تكتب الاسم بتاع حضرتك كامل زي ما هو مكتوب في الجواز، ويكون الاتش ار طبعا بالانجليزي. لو المكان هيديهولك عربي ترجمه انت ترجمه معتمده. فالاسم لازم يكون زي ما هو مكتوب في الجواز بالظبط، لان السفارات بتدقق في الاسم، لازم يكون مكتوب زي الجواز، بيشكوا في اي حاجه. فحاول تكتب الاسم زي ما هو مكتوب في الجواز. ولازم تكتب المسمى الوظيفي، يعني حضرتك مكتوب مثلا في الجواز مدير مبيعات، فلازم يكون في تناسق بين المسمى الوظيفي اللي في الاتش ار والمسمى الوظيفي في الجواز. طب هتقول لي مثلا انا شغال المسمى الوظيفي بتاعي في المكان اللي انا شغال فيه مسمى غير اللي مكتوب في الجواز، مفيش مشكله خالص، هتقدم بالمسمى بتاعك. بس يفضل والاحسن، ودايما بقول للناس لازم يكون الاوراق متناسقه مع بعضها، يعني المسمى الوظيفي اللي مكتوب في الاتش ار بتاع حضرتك يكون متوافق مع المسمى الوظيفي اللي مكتوب في جواز حضرتك. ومن الحاجات المهمه اللي لازم برضو تكون مكتوبه في الاتش ار، وممكن ما تكتبهاش عادي، انك شغال من امتى. كتب انك بادئ شغل من سنه كذا، والمبلغ اللي حضرتك بتتقاضاه، يعني انا مثلا بقبض 18000 12000 ايا كان المبلغ، اكتبه في الاتش ار. وحاجه مهمه جدا بخصوص المبلغ، حضرتك لو انت بيتحول لك المبلغ على حسابك البنكي فده شيء جميل جدا. طيب لو مش بيتحول لك على الحساب البنكي، فاحنا لازم نوضح للسفاره في ورقه الاتش ار ان المبلغ حضرتك بتاخده نقدا من الشركه، وحضرتك انت اللي بتعمل ايداع في حسابك البنكي الشخصي. فالجمله دي تتكتب في الاتش ار يفضل. لكن لو الشركه بتنزل لك الراتب على حسابك البنكي فمفيش داعي نوضح للسفاره، لانها اوريدي معاها الحساب البنكي بتاع حضرتك، فبيتراجع، فبيعرفوا ان الشركه بتاعت حضرتك كل شهر بينزل لك الراتب. طب لو انت ما بينزلكش الراتب من الشركه، فيفضل ان احنا نقول في الاتش ار، طبعا الكلام اللي مكتوب في الاتش ار الشركه هي اللي كاتباه، فبتقول احنا بندفع الفلوس اللي هو الراتب بعد جمله هو بيتقاضى مبلغ كذا، بيكتب جمله بيتقاضى المبلغ نقدا، ويقوم الموظف بايداعه في حسابه البنكي الشخصي. فالجمله دي لما تتكتب في الاتش ار خلاص انت وضحت للسفاره انك ما بينزلكش الراتب في الحساب البنكي، بس انت بتاخده في ايديك. فالجمله دي مهمه جدا في حاله لو انت ما بينزلكش الراتب بتاعك في حسابك البنكي. من الجمل المهمه جدا اللي لازم تكون مكتوبه في الاتش ار، ويفضل برضو ان الشركه تمت الموافقه على منح اجازه رسميه من تاريخ كذا لكذا. فالجمله دي مهمه جدا تتكتب في الاتش ار، تاريخ الاجازه بتاعت حضرتك. وهنا بقى انصحك في تاريخ الاجازه اللي انت المفروض تكون واخدها من الشغل. طبعا انت مش هتاخد الاتش ار ده من المكان غير لما تكون فعلا عارف انك هتقدم على سفاره معينه ومعاك الموعد بتاع السفاره. انا انصحك حاول، مفيش مشكله خالص انك تقدم مثلا في شهر 3 والاجازه بتاعتك انت واخدها اصلا في شهر 5، يعني ده مفيش مشكله خالص. انت من حقك تقدم على التاشيره من قبلها بفتره، لان في سفارات مواعيدها رخمه. فانت لما تيجي تختار الاجازه بتاعتك، وهتعرف الشخص اللي هو بيعمل لك خطه الرحله وبرنامج الرحله، فانت تقول له انا عايز ال7 ايام اللي انت هتعملهم لي يكونوا في الشهر الفلاني او التاريخ الفلاني.
لان اختيار التوقيت بتاع برنامج الرحله بتاعك لازم يكون منطقي، اللي هي الاجازات الرسميه بتاعه العمل. فانت اختار وقت يكون فيه اجازه رسميه في السنه، فانت ممكن تختار توقيت معين مع الاجازه الرسميه. فانت بتختار وقت مناسب جدا لاختيار الاجازه بتاعك علشان يكون منطقي للسفاره وهي بتراجع التوقيت البرنامج الرحله. فهو مختار مثلا وقت، الوقت ده فعلا الناس بتصيف فيه، الوقت الناس بتخرج فيه. ولو انت هتقدم انت والاسره، انت والاولاد، يفضل تختار توقيت الاولاد يكونوا واخدين فيه اجازه من المدرسه، علشان التوقيت بتاع برنامج الرحله لازم يكون منطقي مع اوراقك، يبقى كل حاجه منطقيه، وما تسيبش ثغره للقنصل انه يشك فيك انك مقدم كده بلا هدف. فبرنامج الرحله مهم جدا لاي حد، لان في ناس بتاخد رفض واوراقها كويسه وبتقول اوراقي كويسه، والرفض ده بسبب ان القنصل مش مقتنع بخطه رحلتك. انت مختار اصلا توقيت غلط. انت راجل بتقول انت راجل اعمال، طب انت مختار توقيت مفيش حد من اللي هم الناس الشغاله بتاخد يعني الناس اللي هم مش فاضيين وعندهم صحاب شركات. انت مختار توقيت صعب جدا. يعني انا شاكك فيك بسبب عدم مصداقيه خطه رحلتك. بس هو ما بيقولكش انت مش هتاخد مني التاشيره، لا، انت لو قدمت تاني واقنعته هيراجع ورقك تاني وهتاخد التاشيره. اختار التوقيت واختيار برنامج الرحله ده برضو مهم جدا، لازم تراجعه مع اي حد. لو انت مقدم مع احسن شركه في مصر، راجع وراه وقول له انت عامل لي تاريخ من امتى لامتى. طيب سعر الفندق عامل كام؟ هو مبدئي وكل حاجه والدفع عند الوصول. سعر الفندق عامل كام؟ الطيران عامله مبدئي مفيش مشكله، بس سعره عامل كام؟ وتشوف التواريخ متوافقه مع بعضها ولا لا. لان هو بالفعل المكتب لك برنامج الرحله عشان انت مش عارف تعمله، بس السفاره المفروض هي بتقول الشخص اللي هو احمد او ابراهيم هو اللي طالب برنامج الرحله ده التوقيت المناسب ليه. فهو لما يشوف برنامج الرحله مش منطقي هيرفضك. فحضرتك واجب عليك تراجع ورا شركه السياحه، لان دي حاجتك انت. انت لو تعرف تعمل برنامج الرحله، خطه الرحله والفندق والطيران هتعمله لنفسك، وهتعمل التواريخ متناسقه بالظبط ومش هتسيب خطا وراك. فكذلك انت وكلت حد يعمل لك برنامج الرحله، فراجع وراه ما ايا كان، راجع وراه. وهو طبعا هيعمل لك الابلكيشن وخطه الرحله والفندق والطيران. الابلكيشن ده بيانات حضرتك، راجع بياناتك كويس، شوف اسمك مكتوب صح ولا لا، الرقم القومي مكتوب صح ولا لا، الفندق تاريخه متوافق مع الطيران مع وصولك البلد دي ولا لا. فالنقطه دي مهمه جدا، خدوا بالكم منها. النقطه الاخيره المهمه جدا اللي هو البرنت التامين. حضرتك لو معاك برنت تامين ومتامن عليك بالفعل في التامينات، هتخلي الشركه تكتب لك رقم البرنت بتاعك في الاتش ار. لو انت مش متامن عليك مش مشكله، عادي، مش كل السفارات بتحتاج برنت تامين ولا رقم التامين في الاتش ار. بس في سفارات معينه، يعني تستبعد السفارتين اللي انا هقول لك عليهم دول، اللي هم سفاره ايطاليا وسفاره اسبانيا. ايطاليا مشهوره دايما اللي هي بتحتاج برنت تاميني مع الاتش ار. سفاره اسبانيا الفتره الاخيره بدات ترن على الناس اللي مقدمه اتش ار من غير برنت تاميني، وبتقول لهم والله يا جماعه احنا محتاجين منكم البرنت التاميني. فانت لو معكش البرنت التاميني فدي برضو ثغره في الملف بتاعك، وممكن يديك رفض بسبب اللي هو مش مصدق الاتش ار بتاعك. تمام. فالسفارتين دول بداوا يطلبوا بالبرنت التاميني بالفعل. وايطاليا مشهوره بالفعل اللي هي من متطلباتها لو هتقدم اتش ار لازم يكون معاك برنت تاميني. فانت استبعد السفارتين دول لو انت مش متامن عليك. لو انت متامن عليك عادي ممكن تطلع البرنت التاميني لاي سفاره تقدم على برنت التاميني مع الاتش ار يكونوا مترجمين انجليزي وتقدمهم للسفارات. والحاجه الاخيره لازم الاتش ار لازم يكون مختوم ختم حي، ولازم يكون متوقع من قسم الموارد البشريه او من المدير بتاعك. يبقى التوقيع مهم جدا مع الختم، ما ينفعش توقع بس من غير الختم. تمام. والورقه تكون شكلها كويس، معموله مثلا يعني باللوجو بتاع الشركه، يكون مظهرها كويس، تكون مطبوعه طباعه كويسه الوان، والختم يكون ختم حي مع التوقيع. بس كده، دي ورقه الاتش ار، ويا رب اكون في التكون. لو انت استفدت من الفيديو سيب رايك في كومنت تحت، وما تنساش تشترك في القناه. سلام عليكم.